والزمالك. والله انبي ممكن انا اقول لك يكمل ربع ساعه الاولى بنفس الشكل، لان طبعا تنظيم الدفاع اللي عمله الكابتن حسام هو ده هدف المباراه في بدايتها، الى ان يستثمر اكثر وقت ممكن. بس اعتقد طبعا ان صالح جمعه هيكون له دور كبير جدا في الماتش في الشوط الثاني، لان صالح لعيب من اللاعبين الممتازين اللي بيعمل زياده هجوميه بشكل كويس، وممكن يكون على حساب كهربا ويخلي دوفونيك راس حربه تاني مع عبد الظاهر، ويلعب شعبان والعاشر وصبحي وصالح جمعه، يخلي شعبان يخلي العاشر ممكن رايت وصبحي ليفت، وصالح جمعه يلعب جنب شعبان. النقطه الثانيه والتغيير الثاني ممكن يكون لاعب زي دوفونيك يخرج وينزل احمد رؤوف، لان طبعا زي ما قلت لك عنده اصابه كان في ماتش المصري فما قدرش يغامر بيه، ممكن ينزله في اخر نص ساعه عشان ما يخسرش تغييره. ثالث تغيير ممكن يكون ما بين عادل وما بين ابو العيله، عادل مصطفى ومن ابو العيله حسب نتيجه اللقاء بالنسبه للكابتن حسام. بس انا في رايي التغيير الاول صالح جمعه والثاني اللي هو احمد رؤوف. الزمالك لازم يلعب راسين حربه، لازم في ظل ارضيه الملعب السيئه دي لازم يلعب الكره طويله، يلعب راسين حربه، لازم يلعب برزاق، لان رزاق متكتف ما بين اربع لعيبه اذا كان مانو وعمرو فهيم، وكمان في ثلاثه الموجودين بنص الملعب بالنسبه لنادي انبي، فلازم يلعب باحمد جعفر جنب رزاق على الاقل في بدايه الشوط الثاني اول 10 دقائق، ويخرج واحد زي محمد ابراهيم ويرجع ويخلي 4-3-1-2 على اساس يدي نور السيد ده برضه يرجعه نص الملعب ثاني بدل الجبهه اليسرى. نعم. ممكن برضه تغييره زي اللي قالها كابتن زيزو بخصوص اسلام عوض، ممكن ينزل يبقى 4-2-3-1 يرجع نور ثاني صح تحت رزاق كصانع لعب، ويخلي اسلام عوض يعمل جبهه كويسه جدا لشيكابالا. بس انا بقول ان هو احتمال في رايي شخصي ان ينزل احمد جعفر